أسدت والسدة صعبة. نقطة المسيرة مجموعة من الدراسات الآن وجدنا فريق من يستقيم وقد في الموسم الفريق حيث لك أصحاب الشيء الموسمية الخارق مجموعة من اللاعبين الآن في النسخة الأولى وفي الأولمبي في إطار وضع الإنسان والاحتراف توجد سلطة المنطقة. أعتقد أنه عرف من بين تلك الكثير لأنه 18 دقيقة خلال هدفين من الأخطاء الدفاعية وبالتالي ما يمكنش في مدرب متفائل للبداية المباراة هذا الشيء هذا. حاولنا نرجعوا للشوط الأول، الشوط الثاني تبقى لنا نخلقوا مجموعة من الفرص الفتح حافظت على التقدم ديالها لعبت على متحضرات قليلة بحين أننا خلينا في الشوط الثاني خلقنا مجموعة من الفرص وخمسة لكن فعالية غابت على المهاجمين وبالتالي مرة أخرى علينا نتفرج على الفرص اللي حقق الانتصار ديالو حققوا الفريق والفريق على الاتفاق الموسم الحمد لله على الأقل أنا أعتقد أنه ضغط آخر لأن تقريبا 13 لاعب واللي من 5-6 لاعبين وجود الكوتشي ديال الفريق الأمام كما في الشركات ربما التركيبة البشرية تعني كثير ربما التأثير ديالها بالنسبة للموسم المقبل إن شاء الله باش تقريبا تقريبا مرة أخرى الرباطية بعيدا استجابة السينارية إلى جانب اللاعبين كما تقولون العاملين ديال المدربين ولا شرط الثقة الوطني. أعتقد أن كانوا جزء من هدفنا الهدف الأول هو ضمان البقاء وكنا ننتظروا يسير وأننا نمشي صحة المباراة رجل البقاء الحمد لله العون ديال مجموعة من المعسكرات والعلاقات المادية والمكافآت اللاعبين في الطويل خرجوا بسرعة من النتائج السلبية ومن الأزمة الدينية تفرقوا نتائج طيبة وبالتالي بعضنا من الواقع كاين واحد اللي فيه مرتبة الثامنة تكون لدينا منها علوم الأجداد ولو أنها أمور المصارف كما نفاش بالنسبة للمستقبل لا شيء لحكام المسلمين عملنا كنصبروا على بعض المشاريع بعض البروجيات بعض اللاعبين ولكن أعتقد أنه مجرد إن شاء الله تكون جزء مع المجلس الموسيقى وحين إن شاء الله غيتم الدراسة والمسؤولية مع الفريق. الأمل وكل شيء أمل بالنسبة للمقابلة المقبلة تحضروا المقابلة المقبلة إن شاء الله تكون حاسمة. كم بدأنا المباراة ديالنا بالنسبة لنا كأس المباراة لأن فريقنا في أفريقيا الدورة الأخيرة نتائج إيجابية وقام بمباريات في المستوى بالنسبة لنا العمل اللي قام به السي فؤاد صحابي بعيد فرقنا في أفريقيا كان تعاني في الصفوف الأخيرة والآن على تجديد الدورات فهو ضمن البقاء ديالو كانت عودة مجموعة ديال اللاعبين اللي مهمين بالنسبة للفريق خصوصا بأن المباراة ديالنا اليوم استعدينا لها الأسبوع كامل خدنا تربو قريب 5 أيام اليوم فريق في أفريقيا لعب جوج ديال قلب الهجوم واستطعنا أننا نتعاملوا بشكل جيد مع الموقع هذا خاصة أن لاعب أبو مرتجي الضربة الرأسية الحمد لله اللاعبين ديالنا ما ارتكبوش أخطاء الدفاع رغم أن جات فرصة ثانية حدثت مثل العارضة نظن بأن المتغير الكبير في المباراة واللي ما يمكنش حتى واحد هو الهدف الأول في الدقيقة الأولى خطأ الدفاع ديال فريق تقريبا عن الهدف اللي
ريح اللاعبين بشكل كبير، خلاهم يلعبوا مرتاحين، يعني عندهم واحد الهامش كافي ديال المناورة حتى نهاية المباراة. من الهدف الثاني ديال هدف جيد ورائع أعطاهم ثقة أكثر، وخلى فريقنا تقريبا أنه صح أنه طاب عليه لعبة المباراة. الشوط الثاني كانت مجموعة ديال الحسابات بالنسبة لنا حنا، لأن مجموعة ديال اللاعبين اللي عندهم 3 إنذارات، وبالتالي كان ملزم علينا أن نغيروا مجموعة اللاعبين باش نحافظوا عليهم المباراة مقبلة. جات مجموعة ديال الفرص فرق أولمبيك خريبكا ما استغلهاش هذه كرة القدم. بالنسبة لنا حنا الهدف الأول هو أن نهاجموا المسجين باش نهاجموا، والانتصار فهو خلانا أننا نواصلوا في الانتصارات، وأن اللاعبين يحضروا المباراة المقبلة بشكل جيد. كنتمنى التوفيق إلى الفرق أولمبيك خريبكا وفي فؤاد الصحابي في المستقبل. بالنسبة للفريق ديالنا تنظن بأن في البداية ديال الموسم ما كناش كنتخيلوا أننا نكونوا في هذا المرتبة هذه، في هذا الدور هذه، ولكن الحمد لله بأن اللاعبين فهما العطاء ديالهم مميز ويستحقوا أنهم يوصلوا المنافسة على اللقب. المباراة المقبلة غنحضروا لها إن شاء الله نوصلوا الأسبوع المقبل، لأن هذا الأسبوع كنا نقسم الفريق الأولمبي خريبكا، لأن هذه المباراة هي اللي غتخلي الحظوظ ديالنا قائمة المباراة المقبلة. فريق المغرب التطواني فريق جيد، تلعب كرة جيدة، المدرب تاعو عامل أبو واحد عمل كبير، عنده جمهور في مستوى رائع، عنده جميع المميزات باش ينافس على البطولة، ولكن حنا اللي غنديرو إن شاء الله. لأن كرة القدم مجموعة ديال المعطيات ممكن تحسن في النتائج، المعطيات متوفرة عندنا، ونتمنى التوفيق للاعبين ديالي إن شاء الله في المباراة المقبلة. بالنسبة لجميع المدربين والعديد من المدربين المغاربة قالوا بأن جمال السلامي حقق نتائج إيجابية خلال الشوط الأول من البطولة لغياب الضغط الجماهيري على الفريق وعلى المدرب جمال السلامي. واش كتشوفوا بأن هذا العام الحاضر يعني في النتائج اللي حققها يعني غياب الضغط الجماهيري خلاكم تشتغلوا في راحة؟ والسؤال الشق الثاني، علاش الفتح الرباطي يعني تراجعت النتائج ديالو في الجولة الثانية من البطولة، واش ولا الضغط على اللاعبين وعلى المدرب؟ بالنسبة لنا حنا كنظن بأن المسار ديالنا فهو واضح. حنا منذ البداية المسار فوق مع فريق خريبكا، مع فريق شباب المسيرة، مع فريق الاستقلال الصحافي في الحرب. ما كانش عندنا مميزات ديال الفريق اللي ممكن ينافس على البطولة، ولكن الالتحاق ديال إبراهيم البحري وديال عبد الفتاح بوخري في المجموعة، ثم الإضافة النوعية اللي عطانا بدر كيشاني وسام الحنفي ومروان سعدان، فهادو واحد الإضافة كانت عندها قيمة كبيرة في المسار ديالنا. كنظن بأن الاشتغال ديالنا في بداية ديال الموسم عطانا أننا ننطلقوا انطلاقة صحيحة، لأن مجموعة ديال الفرق كانت عندها مميزات ومؤهلات، ولكن ما عرفتش أنها تحقق واحد الانطلاقة بحال اللي حققنا حنا. الحمد لله الشوط الأول من البطولة كان مميز، طبعا أننا 15 مباراة نحققوا الأهم هو أننا نضمنوا 34 نقطة اللي تخلي أي فريق في الموطن الأول. الشوط الثاني بطبيعة الحال جميع الفرق هي اللي تشتغل، جميع الفرق اللي ما هيئاتش نفسها في البداية فهي تطعن المجموعة ديالها تشتغل، لأن تولي يا إما النزول ولا تولي المنافسة على اللقب. بالنسبة لنا حنا ما كانش عندنا واحد البرنامج أننا نفوزوا بالبطولة، وبالتالي حتى الميزانية المخططة من انتدابات الشهر الثاني ما كانش حاضرة، ما كانش الاستراتيجية ديالنا باش نتابعوا لاعبين اللي ممكن أنهم يقدموا لنا واحد الإضافة، لأن الأهداف كانت مسطرة منذ البداية. حنا ما ضيعناش نقاط، وإنما
فرق أخرى تشتغلت، لأن فريق المغرب التطواني ولا فريق الرجاء البيضاوي فما قدموا شطر ثاني في المستوى. فريق وداد فاز